باشا المخمطه اللي انا فيها دي يا باشا يا باشا انا لسه هي يا باشا وانا لسه العربيه ما عرفوش استني تاني. أهلا بحضراتكم. نبدأ بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص فيلم جديد، أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. سلام. يبدأ الفيلم مع باتشا وسيما. باتشا ده محقق فاشل، ما بيعرفش ينفذ أي مهمة، وده سراج المجرم بتاعنا الجميل اللي عنده مصنع كيماويات وقتل ناس كتيرة جدا ورايح يدفع فدية ليهم. وقالت له الوزيرة مش هقبل الكلام ده، وانا هسجنك وهقفل لك كل المصانع بتاعتك. ساعتها قرر ان هو يقتلها وقال لرجالته لازم ننفذ. دي راني اللي طالب منها تنفيذ المهمة. باتشا هنا راح كازينو لعب القمار، قاعد في الكازينو طبعا لما مهندرا امره ان هو يجيب له الالماس بتاعه اللي اتسرق. ماسك معاه الفلوس وكوتشينه كانه حريف بقاله 700 سنه بيلعب كوتشينه جامد. ياه قعد يلعب مع واحد وقعد يخسر. ساعتها طلع الالماس المزيف اللي قدامه وقال انا هلعب على دول. حرامي الالماس قاعد في المكان جري قال هلعب معاك، وطلع الالماس بتاعه عشان يلعبه. حلو الكلام حلو الكلام، ابدأ. الحرامي فاكر ان هو كسب، لكن باتشا قدر يكسبه بخدعة مزيفة. ساعتها قدر الحرامي يعرف ان هو كسب بالتزييف. قامت العركة، وشك قفاك ظهرك اضرب، ياه كسروا المكان وكسروا الدنيا. هوب خد المعلم باتشا الالماس وراح اداه لمهندرا وخلص المهمة وخد الفلوس. بيفتح الشنطة ملقاش حاجة. تاني يوم اصحابه قالوا له يا باشا احنا خدنا الفلوس ودفعناها في الكازينو اللي انت دغدغته. قال لهم مش مهم، ادينا اتعرفنا والناس بدأت تكتب علينا. دي راني راحت لواحد اسمه شيفا قاتل مأجور، قالت له دي صورة رئيس الوزراء اللي عايزاك تقتلها. قال لها ولا يهمك ولا يكون عندك فكر. قالت له كل الناس الحرس بتوعها هيساعدوك، وادي 10 مليون روبية. والمكتب بتاع المعلم باتشا بدأت الناس تروح له عاملين نفسهم مشغولين والدنيا هايصة. راح لواحد قال له أرجوك ساعدني، عايزك تخلي بنت سيما دي تتجوز الواد ده، نفسي تتجوزه لأن هو ده اللي هيقدر يحافظ عليها وهي مش راضية أبدا. تقدر تعمل لي حاجة؟ قال له الموضوع بسيط جدا يا باشا. اداله عربون وبدأت المهمة الجميلة. راح المعلم باتشا المكان اللي فيه سيما وقعد يرقص ويغني. ومن الحكمة بتاعت الهنود ان هي فعلا قدرت تغني معاه، وعامل نفسه كفيف. ضربته بالقلم لانه حاول يتحرش بيها. جه واحد عامل نفسه رئيس المكان ومدير المكان، قال لها ده كفيف حرام عليكي. قعد يمثل ان هو بيعيط ولبسوه البلطو بتاعه المقلوب وخدوه طلعوه بره. حست بالذنب المعلمة، راكبة المكنة بتاعتها ومعدية لقت معلم باتشا واقف. قعدت تعتذر له، قالت له ممكن اوصلك للبيت، وافق بسرعة. اصحابه هنا غيروا ديكور الشقة وخلوها كأنها من مكتب لبيت للسكن. خدته وودته هناك وبتوصلوا طبعا. عملوا نفسهم ان في شتاء ورشاشات ميه عشان الديكور يكمل زي ما هم عايزين، وكملوا الدنيا تمام. دخلت المكان وهي قاعدة ومبلولة. قال لها خدي غيري، انا كده كده ما بشوفش. قلعت قدامه بتغير هدومها، اتجنن بص عليها زي المجنون. حست ان هو شايفها. قال لها انا شايفك بقلبي، ما تقلقيش يا باشا. هنا ارتاحت نفسيا وقال لها انا خسرت بصري زمان عشان انقذ القطة دي، صعب عليها اكتر واكتر. قالت له معايا فلوس وهديك كل اللي انت عايزه وهساعدك انك تعمل العملية. قلبوا ديكور البيت خلوه كأنه مستشفى او عيادة. راحت قالت له ما هو ده البيت. قال لها لا انت غلطانة. راحوا هناك، دخلت المعلمة وصاحبه عامل ان هو دكتور، ودخلوه على غرفة العمليات المزيفة وبيشرب سجاير وحطوا له قطن على عينيه. طلعوا من غرفة العمليات قالوا لها تمام يا باشا العملية نجحت، فتح عينيك يا عم الحاج. الله الله انا شايفك. البت الهبلة صدقت، دي مجنونة دي ولا ايه؟ باتشا هنا عمال يشكو سيما جدا وهي مبسوطة قوي ان هو بقى يشوف، وحبوا بعض وبدأوا يخرجوا مع بعضيهم. ماشوا في خطته، وهنا قال له تمام خلصت مهمتي، دلوقتي بقى خليها تكرهني.
اوكي راح بيته وقعد مع اصحابه بيشربوا وعمال يتكلم عليها ان هو خدعها وضحك عليها، وهي واقفه وراه عمل نفسه اتفاجئ بيها. قالت له يا غشاش يا ابن الغشاش، وبالقلم وهوب بالشنطه ادته علقه متينه خفيفه جميله. خدت بعضها ومشيت، والراجل راح ادى الواد باتشا الفلوس. هنا حس بالذنب وقال ايه اللي حصل ده؟ انا شكلي حبيتها ولا ايه؟ والمعلمين دول ما طلعش ده ابوها ولا نيله. وهنا محقق وظابط سري قدر يقبض عليه ويخلص الدنيا من شره. والمعلمه راني بتتصل بالواد سراج بتقول الواد شيفا مات اللي احنا كنا جايبينه يقتل الوزيره في حادثه عربيه. وهنا الشرطه هتعين ظابط سري عشان يحمي الوزيره انهم عرفوا المهمه دي وعرفوا انها في خطر. والظابط السري من حسن الحظ كمان اسمه باتشا، وهيروح مدينه غوا اللي فيها الوزيره. خلصت القصه خلصت. المعلم سراج هنا عارف ان كل الكلام اللي حصل ده لان في ناس مرتشين بلغوه، وقال المعلمه راني لازم تأجري واحد تاني. وهنا مهندرا اتصل بالواد باتشا وقال له خلي بالك بنت اتخطفت في مدينه غوا هي كمان، ولازم تروح تنقذها لي. اوكي يا باشا اوكي. ومش عارف بقى ساب له ايه، ساب له صوره البنت على الترابيزه عشان يتعرف عليها. وهو في المطار الظابط السري اللي الشرطه معيناه اتضرب بالنار ومات من قاتل مأجور تبع البيت راني. والمعلم باتشا حبيبنا وصاحبنا لقى السي دي وقع من جيبه، خده وخلاه معاه، وراح خد التذكره المحجوزه له اللي كانت محجوزه اساسا للظابط السري. انا كمان اتلخبطت يا جماعه فعدوها. قاعد هنا في الطياره في مكان المعلم باتشا اللي مات، وده القاتل المأجور قاعد هو كمان والدنيا خربانه، حاطط السماعه في ودانه وعمال يتكلم. راح واحد حط له وسام كده على صدره على اساس ان هو باتشا العميل السري تبع المخابرات. المعلمه رينا قاعده وراه، عرفت ان هم قتلوا واحد بالغلط، جت حطت له سم في كوبايه البرتقال، قدر يغيرها ويشرب ويعيش. مفيش فايده، عمره طويل. المهم ما اطولش عليكم، المعلمه سيما شافته هنا طلعت هي كمان عامله سريه. فيلم كله عملاء سريين، احنا كمان هنطلع عملاء سريين في الاخر. واقفين هنا واحد من المخابرات شاف البادج اللي عليه او العلامه اللي على صدره ديت، عرف ان هو ده باتشا اللي جاي تبعهم، اداله كل المعدات اللي قدامه. هنا باتشا عرف ان الراجل اللي اتقبض عليه ما كانش ابو المعلمه سيما وهو ظلمها. واحد راح له بيدي له ورد، قال له مين اللي بعت الكارت ده؟ قال له واحده بتقول لك هقابلك بكره. راح لقى البت سيما قاعده قال لها انا بحبك وسامحيني. قالت له بقول لك ايه، انت جاي تقتل الوزيره ولا جاي تعمل ايه هنا؟ عرفني قصتك بالظبط. قال لها انا باتشا. لقى نار بتضرب عليهم وراح القاتل المأجور عشان يموتهم، قدر هو يلعب معاه لعبه الدرنجيله وضربه واداله علقه متينه. ودول العصابه بتاعت الالماس قالوا له هتجيب الالماس هنديلك البنت، احنا اللي سرقنا البنت معانا. اوكي يا بطل اوكي. راحت المعلمه سيما الاوضه بتاعت باتشا قعدت تفتش فيها، لقت السي دي اللي كان مع الظابط الاساسي اللي مات. فعرفت هنا ان باتشا ده قاتل مأجور او واحد مكلفينه عشان يقتل الوزيره. الدنيا اتلخبطت، راحت تمثل على المعلم سراج عشان توقعه في الفخ. راح باتشا خلص كل المهمه وبوظ الدنيا كلها. هنا سراج بيحسب من رجالته لما قالوا ان انا باتشا، قال له ده تبع البت راني اللي جايه وجايبه له عشان يقتل الوزيره. الدنيا اتلخبطت في بعضيها وخربت الدنيا تماما، ما عدناش عارفين الفيلم رايح فين وجاي منين. سيما قالت ايوه هو ده باتشا اللي جاي تبع الواد سراج اللي هيقتل الوزيره. وهنا الوزيره راحت دار ايتام عماله تديهم شويه هدايا. سيما بتحسب المعلم ده هيقتلها، بتجري كشفت نفسها الحراس بتوعها كلهم مأجورين عايزين يقتلوا الوزيره. وهنا العصابه المعفنه اللي سرقت البنت وعايزه الالماس. باتشا دخل معاهم في عركه وخد البنت وفرحان ومبسوط قوي، واتصل بسراج وقال له الهدف معايا. قال له اوكي هاتهولي يا باشا، او اديلي واد ساكسونيا ده يجيبهولي. بيجري المعلم وواخد الحراميه عشان يودوهم للشرطه، لقى سيما بتهرب من الناس، نزل قاعد يضرب فيهم ويديهم علقه. قالت له انت مجرم وجاي تقتل الوزيره. قال لها وزيره مين يا ستي؟ ده انا جاي انقذ بنت مهندرا، وبعتها لواحد اسمه ساكسونيا عشان يوديها له. ودول هم الحراميه بتوع الالماس. في الوقت ده عرف ان ساكسونيا ده من رجاله سراج، فبقول انا اديت البنت لمين؟ دماغه لفت ماهوش عارف ايه اللي بيحصل. وهنا البت راني والعميل اللي معاها عرفوا القصه. داخل سراج لقى البت الصغيره بيقول لهم فين الوزيره؟ قالوا لا ده حصل غلط يا برنس، والموضوع كله كده في شنك. ففكر هنا ان هو يستغل البنت عشان يقتل الوزيره.
وراح هنا الواد باتشا قال لسيما كل حاجة، فعرفت ان الظابط السري اللي مات ده اخوها. باتشا قعد يهون عليها ويمسح دموعها، وبعد ما مسح دموعها راح لسراج قال له بقول لك ايه، مش هديك حاجه للبنت ولا اصحابك. قال له لما تقتل الوزيره. قال له انا مش ممكن اعمل كده ابدا. قال له لا هتعمل يا ريس، وخده معاه في العربيه واداله مسدس كمان بعد ما ورهم له. قال له خد نفذ المهمه. قال له حاضر. دخل الفندق عشان يقتل الوزيره، بس راح يحذرها لقى الحرس كلهم خونه وبيسهلوا له المهمة عشان يقتلها. اتصدم صدمة عمره، راح للمساعدة بتاعت الوزيرة قدر يوصل لها وخدها عشان توديه لجوزها عشان يحكي له على القصة كلها، لكن للأسف طلع جوزها خاين وقتل المساعدة بتاعتها. وهنا عرف الواد باتشا ان جوزها هو أس الفساد وهو اللي عايز يخلص منها عشان ياخد مكانها، وقال له سراج خلصني من الموضوع ده بسرعة. هنا الواد باتشا قدر يكتب جواب ويديه لسيما عشان يعرفها المصيبة كلها تبقى تتعمل ازاي والخطة كلها بتاعتهم هتتنفذ ازاي. وسيما راحت فعلا عند الوزيرة وقدرت تديها الورق تحطها في الملفات بتاعتها، لكن الوزيرة ما شافتش حاجة وحطت الملف كله وما قريتش حاجة. وهنا المعلم باتشا قعد يضرب فيهم ويضرب نار عليهم لحد ما قدر يمسك البنت، لكن للأسف لقى البنت حواليها حزام ناسف. صدمة عمره. هنا الوزيرة جاية تقول الخطاب بتاعها، لقت الورقة اللي البت سيما سابتها لها، فعرفت ان جوزها هو المجرم الاساسي، وعمالة تبص لباتشا بتحسبه هو ده اللي هيقتلها، لكن باتشا قدر يضرب كل الناس اللي عايزين يقتلوها القناصة. برافو عليك يا واد. فجات لها طلقة غلط، جوزها بيحسبها ماتت لقاها بتفتح وتبص له، جاي يجري البوليس قبض عليه. اقف يا. هنا المعلم سراج قال له بقى انا هفرتك الدنيا. لقى الميكروباص داخل والبنت داخله بالحزام الناسف عليه، خايف طبعا يفجرها عشان هيموت معاها، قاعد يجري عشان يهرب، وراه المعلم باتشا بيحاول يمسكه. جه هنا بتوع المفرقعات رموا الحزام تحت عربيه المعلم سراج. سراج جري يركب العربيه واداله الريموت للواد اسمه شيفا، قال له دمرهم. قامت العربيه متفجره ومات المعلم سراج وخلصنا منه. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.